السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. الفيديو بتاع النهارده شعب من الدرجه الاولى، وفي وصفتين والاتنين احسن من بعض. الاولى الطعميه، والتاني تدميس الفول. يلا بينا. بصوا، انا بادئه معاكم من الاول خالص، من اول ما بنجيب الفول من الارض، من المصدر نفسه. ايه رايكم بقى في الطبيعه والخضره والريف واجواء الريف؟ يلا نجيب شويه فول زي ما احنا شايفين كده. انا قلت امشي يم الارض واجيب ايه شويه فول، نعمل بيهم الوصفتين. والوصفتين ما شاء الله طالعين زي الفل. ده الفول. الطعمية يا جماعة بالفول الأخضر بصراحة لها طعم تاني، ونفس الحكاية مع الفول. سبحان الله، الحاجة الفريش بتكون لها مذاق تاني كده. جربوها يا جماعة، جربوا دي وجربوا دي. أنا مش عاملة يعني كمية كتير، بس ما شاء الله حلوة حلوة يعني. جبت شوية فول محترمين. يلا بقى ناخدهم وإيه ونفصصهم زي ما انتوا شايفين كده. انا فصصتهم وهقسمهم على الوصفتين. بس قبل ما اشتغل بيهم بشيل الحاجة اللي فيهم دي، القمع اللي فوق زي اللي وريتهولكوا دلوقتي ده. شطفة بنت ناس بقى، وعشان نشتغل بيه. الاول في الحلة على النار ده الفول المدمس يا جماعة الاول. وبحط الفول وببدأ بقى ايه، واحدة طماطم، بصلاية، راس توم، لو عندك فلفل اخضر تمام، وبزوده ميته، مش اكتر من كده. ما شاء الله الوصفة دي حلوة قوي، ونتيجة الفول في حتة تانية. اول ما يبتدي يغلي ههد عليه النار واسيبه. هو مش بياخد نار كتير لان هو ايه اخضر زي ما قلنا. هو خد بالظبط تلت ساعة. خلاص هو استوى خالص ما شاء الله، شايفين؟ مش عارفة اصوره كويس من البخار. شوية زيت بقى في حلة تانية، وهفرمه في الخلاط. لو انت عايزة تعمليه بالدماسة بالهراسة دي براحتك. بهاراتك بقى فلفل اسود وملح وكمون. هسيبه بقى ياخد 3 دقايق بالظبط يغلي، واسيبه واطفي عليه النار. كنت جنبه عاملة شوية رقاق يا جماعة، عجنت شوية رقاق جنبهم وخبزتهم بعد ما خلصت الفول. طبعا احنا في صيام واليوم طويل ما شاء الله، فانت بتعملي اللي انت عايزاه براحتك، بس شوية رقاق ما شاء الله في الجو. يلا بقى نعمل الطعمية. ده الفول اللي هعمل بيه. معايا بقى الخضرة بتاعتي شبت وكزبرة، ومعايا عروق البصل يا جماعة، عروق البصل الأخضر، ووحدية بصل، وحدية بطاطس، وحدية طماطم، وحدية راس توم. البطاطس في الطعمية بتخليها مقرمشة، تخليها كريسبي وهشة خالص. جربي التركاية دي. كل الكلام ده هعمله في المحضرة بتاعتي. لو انتي ما عندكيش محضرة، اعملي في المفرمة اليدوي او في الخلاط، بس اهم حاجة تنعميه. بصراحة اخد وقت يعني وقت كتير شوية، عشان كان انا اديته كمان وش تاني، او كمان مرة تانية، لاني لقيته خشن لسه، فزودته شوية مية واديته كمان فرمة. رجعته تاني المحضرة. شايفين ما شاء الله كمية محترمة، مش هعملها كلها، هفرز منها كيس للمرة تانية زي ما انتوا شايفين كده. اللي معايا بقى اللي هشتغل بيها دي لسه هحط لها حاجات، شوية عيش من اللي انا خبزاهم من البيت، وافرفتهم واحطهم عليهم واسيبهم لما اجي اشتغل بيهم. ليه بقى يا جماعة؟ لان العيش ده داخله خميرة، فبالتالي بيساعد ان الطعمية تكون هشة ونافشة معايا. تمام كده. هقلب العيش على الطعمية واسيبه دلوقتي خالص، اركنه دلوقتي خالص لما اجي احمرها. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسنيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعة. عندك بقى شطة، فلفل اسود، ملح، كمون، كزبرة، كل الحاجات اللي انت عايزة تحبة تحطها للطعمية حطيها.
والله الوصفة جامدة جامدة جامدة، يعني ما شاء الله الطعمية حكاية، نتيجة حلوة قوي. حط بقى الزيت في الطاسة يسخن، وهقولك على تركاية حلوة دلوقتي. طبعا انا هحط معلقة بودر، وكمان بيضتين على الطعمية وانا لسه على ما الزيت يسخن بس. وفي تركاية حلوة كمان، تحطي معلقة نشا، معلقة واحدة نشا يا جماعة، بتخلي الطعمية في قرمشتها في حتة تانية خالص. هبدأ احمرها اول الزيت ما يسخن، وهدي النار عشان تستوي من جوه. ما شاء الله الطعمية طالعة حكاية، زي ما انتوا شايفين كده. شايفين؟ شوف انت لو بتشتري ده تشتريها بقد ايه، ما شاء الله، والطعم في حتة تانية والله. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسانيش باللايك والشير، وحطوا اللايك يا جماعة لأحسن طعمية واحسن فول مدمس. زي ما انتوا شايفين ادي الفول وادي الطعمية طالعين حكاية ملهمش حل، ما شاء الله، طعم وريحة في حتة تانية خالص. يلا ما تنسوش باللايك والشير، واشوف وشكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.